أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم بيبليوتيك. كما عودناكم ديما، اليوم جبنا لكم فيديو جديد. نتمنينا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اخر هاد الحلقة وغنتلاقاو، وشكرا. اليوم عندنا في المروك صرا تعديل على قانون الأسرة. وقانون الأسرة يا جماعة باش تعودوا فاهمين هو من ضمن القوانين التي يستهدفها لا فامي. صندوق النقد الدولي تروح تدي من عنده دراهم، تروح تسلف من عنده دراهم، يبدا يلعب لك على السياده. هذه نعطيها لكم معلومه ليكم السناقله، اقعدوا نقريكم، راكم قراو ما والو، راكم 21 امي، 21% امي. الشعب المروكي اكثر من 21% شعب امي، و99% من الاميين يعني مش تسرب مدرسي، لا، عمرهم ما دخلوا مدرسه. ما اقعد المروكي صنت مليح. نفهمك حاجه، يخرج كي يروح يسلف دراهم، يدير قرض، يروح يسلف من عند الدول ولا يسلف من صندوق النقد الدولي لا فامي. كي يروح يمشي عند صندوق النقد الدولي يعطوا له دراهم، يقول لك حاب تبني ملعب، هاك دراهم روح ابني ملعب. ويقولوا له مثلا انا سلفنا لك مثلا قرض نتاع مليار دولار، الفوائد نتاعو راك ترجعوا لي مليار و500 الف دولار ولا 2 ملاير دولار من على 10 سنوات. والبنك ما تسلفلكش حتى دير ضمانات. الضمانات عندها اراضي وعقارات، تحط يد عليهم، ثروات تحط يد عليهم، يولوا تحت التصرف تاع فامي. هذه واحده. اثنين، تولي ايضا تتحكم في بعض المسائل الداخليه. وحنا الجزائر بكري في التسعينات عندنا تجربه مع فامي. على هذه الجزائر ما تسلفش دراهم. الجزائر ولات ما تديرش قروض خارجيه ابدا. او الرئيس تبون قال لي جاي لي سنه يجي يخلص. احنا الرئيس تبون قادر ولا فامي، او قادر يدير كيما المروك يا جماعه، الجماعه السطحيين هذون، هو قادر يروح يسلف يجيب 100 مليار دولار كاع، ويفتح لك السوق ويجوك السيارات ويجيك الشيكولا نتاع الخارج ويجيك الفرماج تاع الخارج ويجيب لك كذا ويزهيك، ويعودوا المقاولين يخدموا يدخلوا في الدراهم، ويعودوا التجار هذوك يديرها بصح كاع ديون. ومن بعد يبداو لا فامي يبدا يقلع لك السرول، يقول لك ارواح المنظومه التربويه، نحي التربيه الاسلاميه، نحي اللغه العربيه، نحي الحجاب من الادارات، والله كيما هكذاك. وسائل النقل العموميه نحي منها الحجاب، نحي البرامج الاسلاميه من الاعلام تاعك، ما تحتفلوش بعيد الاضحى، ما تذبحوش. المروك صراتكم ما تذبحوش في العيد الاضحى. هذه جرائم راكم ترتكبوها في حق المواشي، اقسم بالله. ما تطهروش الاولاد. هذه القذافي يحكيها لبوتفليقه. ايه راحوا ليهم قال لهم نحوا الختان تاع الاولاد. لا فامي يتدخل في امور سياديه. يبقى قانون الاسره هذا اللي خرج في المروك جديد، هذا اللمسه نتاع لا فامي واضحه، اللمسه تاع صندوق النقد الدولي واضحه. 16 تعديل، 16 ماده عدلوها. كاين تعديلات معقوله، انا شفتها معقوله ديجا، احنا عندنا في الجزائر تعديلات معقوله يعني. بصح حاجه اللي غير معقوله مثلا الزواج بغير ولي. تخيل باللي مش الولي، الزواج بدون شاهدين. تخيل في المروك نحوا لهم الشهود من الزواج في الخارج. يعني واحد تلاقى مع كلبه في الخميسات يتزوجوا عادي، ما لا شهود لهم يحزنوا. هذه في قانون الاسره تاعهم. ما علينا، انا ما يهمنيش، هذا امر يخصهم والله العظيم، غير والله ما عندي، ما يهمنيش. ولكن خلينا نشوفوا الشيخه حنان الفيزازي وش يقول. قال لك هنيئا للمطلقه بالحضانه المستمره. يعني قال لك المطلقه عندهم في المروك ذوك كي تدي الطفل تحتفظ به مدى الحياه، يعني ما عندوش باباه ما يديش. احنا عندنا هنا كي تتزوج الحاضنه يروح الطفل يرجع لباباه. هم عندهم لا ما وبالنفقه ولو بعد زواجه. يا جماعه اسمعوا مليح، وهو يحكي، انا والله ما راني نحكي. يعود يقول لك مصطفى هاو في زازي يحكي على قانون الاسره تاعهم. راه قال لك هنيئا للمطلقه بالحضانه المستمره وبالنفقه ولو بعد زواجها برجل اخر. وبعد كي نقول لكم بوزبير تزعفوا. يعني المراه كي تطلق في المروك، كي تطلق انت المراه وتروح
يا تقعد تنفق فيها حتى يعني تعود تنفق عليها ولا راجلها جديد. كاين طحين اكثر من هذا. فيزازي راه يقول ما قلتش. قال لك وبالنفقه ولو بعد زواجها برجل اخر. هذه بوزبير تقول لك. وهنيئا لها ببيت زوجها الذي لا يقسم ولو لا يقسم مع التركه بعد وفاه الزوج. عندهم المراه كي يموت راجلها كي يقيبس راجلها السكن لها ما يدخلش في التركه. هذه ربي قالها ما قالهاش يا جماعه. يا بوسبير المويت راه تاع ربي سبحانه راهم يسموه من فرائض يحشموا. انسان يموت يودع الدنيا الاموال نتاعو بما في ذلك خمجته القمجه نتاعو التريكو نتاعو صباطو وتقشيرو يدخلوا في التركه يتحصروا في التركه ويتقدر لهم ثمن وتتوزع ما بين اصحاب الفرائض. واصحاب الفرائض معروفين حوسي. وهذا اللي مات وخلى دار امه ما تدي والو باباه ما يدي والو اولاده ما يدوا والو شحال على بليسس. هذه هي فرائض تاع رب العالمين. هذه ربي ذكرها في القران وعاطي الناس. واحد مات وخلى دار وسياره ومصنع ومبلغ في البنك. كيما نديروا له؟ لازم يجي الموثق يحصر يدير حصر للتركه هذه. هاي الممتلكات اللي خلاها ويقدرها تقدير مالي ويتم تقسيمها وفقا للفرائض كما قال ربي في القران الكريم على اصحاب الفرائض واصحاب الفروض. والعصابات من بعد يجوا العصابات كي كاع اصحاب الفروض يدوا النصيب نتاعهم يجوا جماعه للذكر مثل حظ الانثيين وتمشي الحكايه كما حان علو بليسه تلعبوا بكم ربي لا تسخروش الدار ما تصحبوا زبير. يعني انتم ابو زبير تعطوا ربي في الحوايج اللي تطيحوا في الطريق. روح خلينا معايا روح واش قال لك. هذا قانون الاسره جديد حهم. وهنيئا لها ببيت زوجها الذي لا يقسم مع التركه بعد وفاه الزوج. لا فهمي هذا قالها لهم. وهنيئا لها بحمايتها من الضرات. هذا قال لك قانون تاعهم جديد هذا منع التعدد. قلت كيف تمنع التعدد والله. عائلات راهي تسمع فينا وسينو نقولها كبيره صح. عائلات راهم يسمعوا فينا من وعدكم باللي ما نقولهاش. لا ضرة بعد اليوم الا في احوال خاصه جدا. وفي المقابل هنيئا للرجال بنعمه العزوبه. وهنيئا للعوانس بعنوستهن فلن يجرؤ على الزواج احد بعد اليوم. الفيزازي راه يهنأ في الرجال قال لهم خلاص ماكش راح تزيدوا تتزوجوا والنساء ما مش راح يتزوجوا. فيزازي على هي العتروس. هذا اللي ما تزوجش هذه وين تروح؟ راك تدعو الى الشباب الى عدم الزواج. كي ما يتزوجوش وين يروحوا؟ فين يروحوا؟ طرف فجائي. ورقه مزدوجه. لماذا والله اين تذهب العازبات بعد ان قال لهم الفزازي ما تزوجوش؟ هذا هو السؤال اليوم. اين تذهب العازبات بعد ان قال لهم الفزازي ما تزوجوش؟ يروحوا للخليج احسنت يروحوا الكبريات احسنت يروحوا الامارات احسنت يروحوا للدعاره احسنت يروحوا الخليج احسنت يروحوا الخميسات احسنت هشك بشك احسنت زوج نقاط بوسبير احسنتم. هذه الاجابه. هم جاوبوك انا ما جاوبتش. الناس جاوبوك انا ما جاوبتش. بل من يجرؤ من المتزوجين على الطلاق اصلا حتى ان دعا الداعي واقتضت الحال. وهنيئا اكثر واكثر للنسويات والحداثيين والتقدمين على هذا النصر المبين. قال هنا قال لهم العلمانيين والهيشر وهذو مبروك عليهم. هكذا على بالي راه يسمع كاس القانون على بالي. هذا يعني جوستو هو راه يتمسخر الفزازي هنا ويتمسخر. الفزازي غاضوا الحال زعما كي الاسلام نحوه من قانون الاسره وانه هذه احكام غير اسلاميه صح. هذا هو قانون الاسره الجديد نتاعهم. هذا هو قانون الأسرة الجديد نتاع المروك. بدون تعليق. كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم.
غير هو ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. إلى موعد لاحق بحول الله مع فيديو جديد وحلقة مميزة، وشكرا.